السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تكونوا بخير. مبروك علينا ومبروك عليكم. لأول مرة عائلة صديقي سجلوا ترند العيد. طبعا لعند اللحظة هذه قاعدين احنا ترند العيد بفضل الحمد لله صفحات الليبية. اعتقد فاتوا ال 15 صفحه مدير سكرين شوت على راسهم ليبيا فقط، على راسهم ليبي وليبيه وهلبا صفحات بشكل كبير. يعني بارك الله فيهم جميعا، هم اللي خلونا ترند، والشكر موصول لكم انتم بتعليقاتكم الجميله. طبعا نحن مبسوطين جدا جدا منكم. طبعا كل التعليقات قريناها، كل التعليقات طاقه ايجابيه، وكل التعليقات الحقيقه ما عيشتناش أجواء الغربة وأجواء العيد اللي هي فقدان الأحبة والغوالي والأهل. طبعا عشناها معاكم أنتم عن طريق السوشيال ميديا. الحقيقة شكرا 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 لكل من دعانا بالخير وبالمحبة. طبعا على فكرة احنا كنا على صفحتنا على الفيسبوك كنا قبل العيد 5000، تو اليوم 11200. بارك الله فيكم، في خلال 3 أيام جونا أكثر من 7000 محب ومحبة على صفحتنا على الفيسبوك. الفضل ليكم وبارك الله فيكم لانكم حبيتونا. على فكرة احنا موجودين على منصة اليوتيوب من 2019، الأغلبية ممكن ما يعرفناش، لكن احنا موجودين بشكل مباشر دائما على منصة اليوتيوب. والحمد لله اليوم سكرنا 37000 ومعاش ما زلنا هلبة على مشوار الدرع الفضي على منصة اليوتيوب. يلا همتكم معنا زي ما وصلتونا للأرقام هي طبعا في خلال وقت ضيق جدا. الشكر لكم. تقدروا توصلونا على اليوتيوب. يلا اللي مش مشترك في قناتنا على اليوتيوب يشترك في قناتنا على اليوتيوب ويوصلنا للدرع الفضي، وهيك باش نكونوا اول عائله ليبيه اخذت الدرع الفضي على منصه اليوتيوب. طبعا في عائلات من كل الدول العربيه عندهم على قناه اليوتيوب الدرع الفضي والدرع الذهبي، لكن احنا راح نكون ان شاء الله بكم انتم اول عائله ليبيه ناخذوا الدرع الفضي. همتكم معنا باش ناخذوا الدرع هذا ونوصلوا للدرع الفضي. يلا اللي مش مشترك في قناتنا يمشي يشترك في قناتنا. بمناسبه ان كنا ترند العيد في ليبيا، ان شاء الله بكره مجهزيكم عده كروت هدايا تفوت ال 150 دينار الكروت بين ليبيانا والمدار الساعة 9 بتوقيت ليبيا. شيروا لكل أحبابكم وأصحابكم، وإن شاء الله يكون النصيب والحظ لكم أجمعين، وإن شاء الله راح تكون في هدايا أكثر وأكثر في الأيام القادمة إن شاء الله. اللي مش مشترك في قناتنا على اليوتيوب واللي مش مشترك في صفحتنا على الفيسبوك يمشي يشترك في القناة ويشترك في صفحتنا، وإن شاء الله نشوفكم بخير بكرة الساعة 9 بتوقيت ليبيا بالضبط. تحياتي لكم في حفظ الله.